يا أهلاً بكل حبايب اللي بيحبوا التفاصيل وما بيرضوش بأقل من الصورة الكاملة. اسمعوا بقى الكلمتين دول بتركيز. اللي جاي محتاج فوقان وتغيير ريق. إحنا داخلين على مرحلة كوكب أورانوس اللي قرر يزور برج الجوزاء لأول مرة من 84 سنة. يعني إحنا بنحضر حدث ما بيحصلش في العمر غير مرة واحدة. وزي ما بنقول بالمصري، يا بخت من كان أورانوس في بيته السادس. عارف لما تبقى راكب ميكروباص ورايح شغلك وفجأة تلاقي الطريق وقف، فتقرر تنزل تمشي وتكتشف حارة جانبية فيها الحاجة اللي بقالك سنين بتدور عليها. هو ده بالظبط اللي هيعمله معانا أورانوس بعد ما هيسيب برجه ويستقر في الجوزاء. يلا اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس وبينا على التفاصيل. هتبدأ دورة حياة كاملة بتتشكل من جديد، واللعب كله هيكون في ملعب بيتك السادس، يعني شغلك وروتينك وصحتك وحتى التفاصيل الصغيرة اللي بتملأ يومك. لو انت من الناس اللي بتعشق الروتين والكرسي اللي ما بيتحركش من مكانه، أحب أقولك أورانوس جاي يخليك تفك شوية. البيت السادس عندك هو بيت العمل اليومي، وأورانوس هو كوكب التمرد والحرية. وده معناه إن شكل أكل عيشك هيتغير تماماً. هتلاقي نفسك بتميل للشغل اللي فيه شفتات متغيرة أو شغل الفريلانس والقطعة. ممكن تكون قاعد في أمان الله وتجيلك مكالمة الحقنا يا فلان، عندنا شغلانة محتاجة قرار دلوقتي حالاً، وتلاقي نفسك بقيت المنقذ. الناس اللي بتشتغل في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي هيحسوا إنهم في ملعبهم، لأن أورانوس بيحب الاختراع والجوزاء بيحب التواصل. ومش بس كده، انت ممكن فجأة تلاقي نفسك سبت شغلك القديم عشان تبدأ مشروعك الخاص. أورانوس ما بيحبش القيد، فلو شغلك الحالي خانقك، الكوكب ده هيقص الحبل فجأة. ممكن تحس بشوية عدم استقرار مادي في الأول، بس افتكر إن دي رحلة 8 سنين، الهدف منها إنك تكون مدير نفسك. مفيش حاجة اسمها جدول ثابت بعد النهاردة. يومك هيكون عامل زي البورصة، طالع نازل، بس في الآخر المكسب ليك. وعارف المنبه اللي بتظبطه كل يوم على 7 الصبح؟ أورانوس هيخليه يضرب في وقت أنت مش متوقعه. حياتك اليومية هتبقى عبارة عن مغامرة، والبيت السادس بيحكم الحيوانات الأليفة برضه. فممكن تلاقي نفسك فجأة بقيت أب أو أم لقطة أو كلب دخلوا حياتك من غير ميعاد. أما بقى عن صحتك وعاداتك، فالكلام هنا كبير ومبهج. لو بقالك سنين بتحاول تبطل سجاير أو عادة مضرة ومش عارف، فأورانوس هو المقص اللي هيخلصك منها بطريقة القطع المفاجئ. القرار هيجي من غير تفكير، وهتلاقي نفسك رميت الولاعة في الزبالة وقررت تبدأ صفحة جديدة. حتى أكلك وشربك هيتغيروا تماماً. ممكن تصحى تلاقي نفسك مش طايق اللحمة وقررت تبقى نباتي، أو تكتشف إن جسمك بقى حساس لنوع أكل معين، فتقرر تغير نظامك الغذائي فوراً. ما تخافش من التغيير ده، لأنه جاي يجدد خلاياك ويخليك أخف. وبالنسبة للرياضة، بلاش تضغط على نفسك بجدول الجيم القاسي، لأنك غالباً مش هتعرف تلتزم بيه. روح الجيم لما تحس إنك عايز تروح، ومارس الرياضة اللي تفرحك مش اللي مفروضة عليك. وعشان محدش يقلق ويقول إيه اللخبطة دي، أحب أطمنكم إن أورانوس المرة دي مش جاي يهدم، ده جاي يجدد. وهو عامل زوايا حلوة جدا مع بلوتو ونبتون، وده معناه إن أي هزة في حياتك هدفها توصلك لراحة نفسية وجسدية أعمق. حتى لو في قضايا قانونية أو حوارات عائلية في العقارات، الكواكب بتدعمك إنك تخلص منها وتخرج منها كسبان، بس بشرط تغيير العقلية. الحياة ما بيتشالش همها طول ما احنا عارفين نتعامل مع المفاجآت. ال8 سنين دول مش مجرد وقت بيعدي، دول رحلة استكشاف لنفسك الجديدة اللي مش محبوسة في جدول مواعيد. اضحك للدنيا وخليك خفيف زي ريشة الجوزاء، وصلب زي عظم الجدي، وشوف العجب. احنا يا جماعة في زمن السرعة وزمن ال AI، يعني اللي ما بيعرفش يتنقل من حال لحال هيتعب. أورانوس في الجوزاء بيقولك المرونة هي القوة الجديدة. لو مديرك ضايقك النهاردة، ممكن بكرة تكتشف إن عندك مهارة تانية خالص تجيب لك فلوس أكتر وإنت قاعد في بيتك بالبيجامة. المهم إنك ما تتمسكش بالقديم لمجرد إنه قديم. فتح شبابيك قلبك وعقلك للهوى الجديد اللي جاي. أورانوس ده كوكب الكهرباء، يعني هيشحن طاقتك وهيخليك تعمل حاجات ما كنتش تتخيل إنك تقدر تعملها. لو كنت بتخاف من المواجهة، فالبيت السادس بيت النزاعات برضه، بس مع أورانوس المشاكل هتظهر فجأة وتختفي فجأة، زي فص ملح وداب.
ما تقفش عند الصغائر وكمل طريقك. ولو انت من طالع الجدي فانت أكتر حد هيحس بالتحرر ده، لأنك بطبعك بتحب النظام والمسؤولية. والمرة دي الكواكب بتقولك ارتاح شوية وسيبنا إحنا نسوق. خد بالك برضو من نومك، لأن التفكير الزيادة ممكن يخلي عيونك سهرانة. بس الحل دايما في إنك تسلمها لله، وتعرف إن كل تغيير هو خطوة لقدام. العادات الغذائية والنوم هم التحدي الأكبر، بس لما تلاقي الإيقاع بتاعك هتحس إنك ملك زمانك. مش لازم تمشي ورا الناس ولا تعمل اللي هم بيعملوه. انت ليك سكتك وليك الستايل بتاعك اللي هيبهر الكل. وفي الآخر افتكر إن الدنيا دي رحلة، وكل كوكب بيمر بحياتنا هو معلم جاي يعلمنا درس. ودرس أورانوس السنة دي هو الحرية. حرية من الوظيفة اللي خانقاك، حرية من العادات اللي تعباك، وحرية من التفكير اللي حبسك. استمتع بالثمان سنين اللي جايين وخليهم أحلى سنين في عمرك.